السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة العيد الأضحى النهاردة هنعمل رقاق، اللي هو بنعمله بعد كده رقاق باللحمة، بس هنعجنه في البيت وهنخبزه في البيت. هنجهزه معانا يعني قبل العيد. حبيت اوريكم الطريقة بتاعته، طريقته سهلة جدا وبيعمل معانا كمية حلوة قوي. انا هنا عاملة 2 كيلو دقيق، الكيلو وصل دلوقتي بره ب50 جنيه. طب ليه ال50 جنيه؟ انا اجيب بيها 2 كيلو دقيق واعمل بيها ما شاء الله كمية كبيرة في بيتي، وحاجة نظيفة ومضمونة. انا هنا عامله 2 كيلو دقيق، حطيت لهم حوالي معلقه وربع ملح كبيره، وهحط الميه طبعا بالتدريج، ما بحطهوش مره واحده، الميه واحده واحده. مش هقدر اقول لكم برضو كميه الميه قد ايه، لان طبعا كل دقيق على حسب نوعه، في دقيق بيشرب ميه، في دقيق ما بيشربش. فانت بتحطي بالحبه وتعجني لحد ما توصلي القوام كده ايه كويس للعجينه، متماسكه وحلوه، وفي نفس الوقت ما تبقاش بتلزق ولا حاجه يعني. تعجني فيها بقى وتاخدي وتدي فيها كويس قوي. لازم يتعجن حلو قوي الفطير عشان تاخدي منه نتيجة كويسة، او الرقاق يعني هو اصلا عجينته مشابهة لعجينة الفطير، نفس عجينة الفطير، مية وملح وبس. برضو بتقعدي بقى تعجني فيها كده حلو قوي لحد ما تبقى معاكي بالقوام ده. هي كده القوام بتاعها حلو قوي العجينة، تحسيها طرية شوية، تحسي انها ملزقة شوية، بس هي القوام بتاعها ده كده حلو قوي، عشان لما تيجي تفرديها حتى تتفرد معاكي تبقى بسهولة وحلوة. خلاص كده هي العجينة كده تمام قوي. هقرص فيها على طول، ما بنسيبهاش ترتاح، دي لا فيها خميرة ولا فيها بتاع، فهي على طول هنشتغل نقرص فيها على طول. بصوا العجينة بوريلكم عاملة ازاي، العرق فيها حلو قوي. بقرص القرصة كده يعني قد اليوستفندية الصغيرة كده. بصوا العجينة حلوة وطرية ومرتاحة معانا، فبتتقرص معاكي بكل سهولة. انا هوريكم كام واحدة وبعد كده هكمل مع نفسي. طبعا الرقاق لازم يبقى معاكي دقيق كويس قوي وانتي بتفردي فيه، يعني معاكي كمية دقيق كويسة. دي كمية ال2 كيلو، وفي لسه في الطبق اللي احنا عجنا فيه برضو الباقي العجين معانا. دي الكمية اللي احنا عملناها كلها. هنا برش على الطبق